اهلا بيكم حلقه جديده من برنامج ابن خالتك. البرنامج ده بيستضيف ناس طلبه وخريجين جامعات، وكل واحد بيحكي عن تجربته كانت عامله ازاي جوه الجامعه. هدف البرنامج ده انك تتعرف معانا على الكليات والاقسام، علشان لو انت في ثانويه عامه ومش عارف تدخل ايه، احنا هنا عشان نساعدك ونعرفك الكليات باقسامها وانت تختار براحتك وربنا يوفقك. اختصارا يعني لو حابب تعرف اكتر عن البرنامج زور الصفحه بتاعتنا وتعرف علينا اكتر. النهارده هنتكلم عن كليه هندسه قسم اتصالات، بس بارت 2 يعني عشان احنا كان معانا باشمهندس محمد طارق اتكلمنا عن قسم اتصالات، بس هنتكلم عليه اكتر او هو كذا يعني قسم. فاحنا هيكون معانا باشمهندس محمود رجب هيكلمنا عن الاقسام التانية. فيا ريت يا فندم الاول تعرفنا بنفسك. انا اسمي محمود رجب، داخل سنه رابعه ان شاء الله اخر السنه، قسم اتصالات، تخصص كمبيوتر وتحكم. يعني ايه اتصالات؟ اتصالات عامه هي اي تواصل بين اي شيء، يعني اي تواصل بين اتنين بيتم ازاي، اي تواصل بين ماشين وماشين بيتم ازاي، اي تواصل في الدنيا من بدايته لنهايته بتخصصاته بقى، اي حتى بين الهاردوير والسوفت وير ازاي بنعمل كونكت بين الاثنين مع بعض. كل ده دي اتصالات عامه. طيب انت كان مجموعك كام؟ كان مجموعه 90%. انت جامعه خاصه زي باشمهندس طارق طبعا، اللي هي جامعه الشروق، ودفعت نفس المبلغ المحترم بالظبط. طيب كانت رغبتك ولا ايه؟ يعني مش قوي، انا كانت رغبتي ان انا اخش كمبيوتر ساينس في نفس الجامعه، بس لما قعدت اتكلمت مع اهلي شافوا ان ما دام هنخش جامعه خاصه يبقى يدفعوا في هندسه احسن. بس ودوني رشوه عشان اخش هندسه، والصراحه انا اتبسطت جدا ودخلت. طب احكي لنا بقى ايه المواد اللي انت بتدرسها في القسم بتاعك اللي هو الكنترول ده؟ التحكم زي ما انت مثلا بتتحكم في اي حاجه في حياتي، ازاي بنتحكم في الموبايل، ازاي بنتحكم في اجهزه بعيد عننا بريموت مثلا زي التلفزيون والتكييف والحاجات دي. تمام. كنترول العربيه، اي كنترول في الدنيا بنحاول نبدا ندرسه، بس احنا بندرس بدايات جدا، يعني بندرس اول حاجه في الدنيا اتعملت ازاي، مش بندرس التحكم اللي احنا عايشين فيه في الواقع حاليا. تمام. بس بتدرسوا برنسبلز يعني وبعدين بتكملوا بقى بالكورسات. بالظبط، ويمكن اقل من برنسبل كمان. اوكي. بس وبندرس كمبيوتر من بدايته خالص، من ايام زي ما بيقولوا كان قد الاوضه لحد ما بقى الوقت زي ما احنا شايفينه. تمام. طيب ايه بقى المواد اللي انت بتدرسها ومختلفه عن كوميونيكيشن اند الكترونكس؟ المواد مثلا في حاجه زي ما اسمها سوفت وير. المواد هي الفرق بيني ان احنا باخد الحاجات اللي علاقه بالكمبيوتر اكتر. اوكي. يعني مثلا باخد حاجه اسمها سوفت وير انجينيرنج، دي السوفت وير اللي في الدنيا عامه، سوفت وير شركه، سوفت وير كمبيوتر، اي كان سوفت وير. تمام. بدرس الداتابيز مثلا، الداتابيز دي بتبقى معلومات عن اي حاجه بتتحط في برامج واحنا ازاي بنستخدمها وكده. هو ايه الفرق بينهم معلش؟ السوفت وير حاجه زي ازاي تعمل اكسس لناس معينه، ازاي الناس يستخدموا سوفت وير الشركه نفسه. انما الداتابيز دي معلومات عنك، زي معلومات الموظفين اللي حاطه في الشركه، معلومات مثلا في مستشفى، معلومات العيانين واماكنهم وتواجدهم وكده. تمام. بس ماده تانية مثلا كمبيوتر اركتكتشر، دي يعني ببنيه الحاسب الالي. يعني الكمبيوتر كان ايه في زمان وبقى ايه دلوقتي، ايه اللي بيفرق الكمبيوتر عن التاني، ليه السرعات متغيره، ليه الاسعار متفاوته. كل ده بندرسه في ماده زي دي الحاجات اللي بتفرقني عنه. والبرمجه عندي اكتر من البرمجه عنده بشويه. انا سمعت ان في مواد مشتركه بينكم، كلمنا عنها اكتر. هو تقريبا طريق اتكلم عنها، بس هي الكوميونيكيشن والالكترونكس والويفز والحاجات دي مشتركه بيني وبينه، بس هو بيبقى عنده بروجكتات فيها اكتر مني. يعني ممكن ما اعملش بروجكت هو يعمل بروجكت. ليه؟ لان هو هارد اكتر مني، هو هاردوير. اوكي. انا سوفت وير. طب ما انت المفروض برضه تعمل بروجكت، بس بروجكت يعني ممكن اعمل بروجكت سوفت، وممكن اعمل بروجكت على الورق مثلا، لكن هو لازم يعمله بايديه هاردوير على البورده وكومبوننتس وكده. تمام. بس وبرضه هو بياخد حاجات من عندي بس بياخدها اقل مني. يعني هو في ماده اسمها VHDL، برمجه توصيف، دي بتوصف الهاردوير نفسه. تمام. انا خدتها بالتفصيل وبستخدمها في مواد تانية. هو لا، طارق هياخدها كبدايات بس ومش هيكمل فيها. بس طيب ايه بقى المواد الصعبه اللي بتدرسها عندكم؟ هي المواد صعبه ليه؟ صعبه الدكاتره. يعني الدكاتره عندنا يعني حاجه، يعني مش كلهم الحقيقه، بس في كام دكتور يعني دول لما بنشوفهم بنبقى عارفين هي الماده ديت اللي هنعاني فيها. طيب عديت منها ازاي بقى المواد دي؟ بحاول ان انا ابين الحاجه بطريقتي. يعني بالظبط. ده غير ان انا بذاكر الماده اساسا مع نفسي في البيت، باخد لها اونلاين كورس ان انا اقعد اذاكرها بالظبط، سيلف ستارينج بقى مع نفسي، اللي هو كده ما عنديش دكتور، بس بشوف الماده بتتكلم عن ايه واحاول اعرف من المعيد الدكتور عايز ايه. حلو. وبقدم الدكتور اللي هو عايزه وبحاول اعدي منه بس. طب حلو جدا. طيب ومشيت عامه بقى في الكليه ازاي؟ بنفس الطريقه، انا بشوف كل دكتور محتاج عايز ايه. يعني هو في دكاتره بتشرح اقوى وكويسه وفهمنا الدنيا ماشيه ازاي، دول بنجيب معاهم امتيازات. حلو ما شاء الله. في دكاتره بقى هم مش عارفين هم بيدوا ايه اساسا، ودي مش مادتهم. تمام. دول بقى اللي بنعرف هم عايزين ايه بالظبط.
دول بقدم لهم اللي هم عايزينه عشان اعدي، مش اكتر. في لازمه للدكاتره، في لازمه لدكتور معين بتحبها ولسه فاكرها، او يعني انت اكيد لسه فاكرها، الدكاتره لسه انت بتاخد معاهم يعني. هو في كلام علق معايا، يعني مثلا زي؟ كلمه اللي قالوا لك انت هترتاح في الجامعه روح اتخانق معاهم هم، ما تجيش تتخانق معانا احنا. في دكتور قال لنا الكلمه دي. اه والله. والله قال لي قال لنا مفيش حد فيكم هيرتاح في الجامعه، وقال لنا ربنا سبحانه وتعالى قال لقد خلقنا الانسان في كبد، انت هتفضل في عذاب طول حياتك، فما تجيش في الجامعه تقول عايز ترتاح. اه بس ايه تاني؟ في دكتور قال هندسه عايزه صحه، دي اكتر كلمه انا مقتنع بيها وماشي بيها. يعني كل سنه امراضنا بتزيد الحمد لله. فعلا هندسه عايزه صحه، هندسه مش عايزه حد بيفهم، هندسه مش عايزه حد بيحفظ، هندسه عايز حد صايع، حد ذكي، حد عايز يعرف يقدم ايه للدكاتره ويقدم ايه للمعيدين عشان يعدي، وعايز صحه. طب عندي سؤال، انت اللي انت درسته في الكليه ده ليه علاقه بالواقع؟ لو انت يعني رحت نزلت انترنشيب او جربت تشتغل او حاجه، ليه علاقه بالواقع؟ ولو ليه علاقه اديني رينج، يعني كم من 10 مثلا؟ كم من 10 يعني ممكن نص من 10. نص بالظبط. نص هم بيعلمونا يعني ما عندهاش واحد اصلا من 10. بالظبط، هم بيعلمونا التاريخ، في حين اللي احنا عايشين في حاجات تانية خالص. يعني بيعلموني على عربيه بتدور من المنافيلا، ودلوقتي في بي ام ده ماشيه جنبي، فانا مش عارف هكمبيت معاها ازاي. تمام. بس المفروض بقى ان انا اطور من نفسي جوه الجامعه عشان لما اتخرج اعرف اجاري الواقع. تمام. بس طيب ايه بقى الكورسات اللي انت بتاخدها يعني حاليا او في الفتره بتاعتك دي دلوقتي في الجامعه؟ يعني حاولت اخد بروجرامينج في اكتر من مكان، وفعلا دي البروجرامينج هي الحاجه الوحيده اللي ثابته، هي اللي بنتعلمها في الجامعه، هو فعلا اللي موجود في الواقع لكن بيختلف في حاجات معينه، فدي اللي كانت يوسفول جدا لان هي مكمله لحد دلوقتي. طيب الكورسات التانية كورس اندرويد ده فادني جدا لان درست اللي موجود في الحقيقه بقى، ما كنتش بدرس حاجات بتاعت زمان زي الجامعه. طيب حاجه اخيره بقى، تقول ايه بتوع الثانويه العامه، نصيحه ليهم كده؟ يعني فكروا كويس، لان انا قبل ما اخش يعني كنت عارف الفرق بين كمبيوتر ساينس وهندسه اتصالات، وبرضه رحت هندسه اتصالات برجليا، مع ان كان ممكن اروح اللي انا عايزه فعلا اللي هو كمبيوتر ساينس. ففكروا كويس وافهموا انتوا عايزين ايه، يعني ما تمشوش ورا حاجه ولا فلوس ولا شهره ولا اي حاجه من الحاجات دي، لان كل ده هيضيع في الاخر. ومفيش حاجه اسمها كليات قمه؟ لا مفيش تماما الحاجه دي بايظه. بنأكد على المعلومه دي. بالظبط، يعني انا بحسد اساسا بتوع تجاره وحقوق والناس دي ان هم بيبقى عندهم الدنيا سهله بالظبط، وعندهم وقت يعملوا اي حاجه. بالظبط. بتاع هندسه ده ما عندوش وقت اي حاجه، يعني انا بخش الجامعه، بخش المبنى بتاعي، بخرج من المبنى بتاعي، بروح بيتنا انام، وبصحى اروح المبنى بتاعي برضه تاني. حاجه بقى لينا احنا كده برنامج سبورت تشوفوا اصلا يوسفول او لا؟ برنامج يوسفول جدا كمان، انا كان نفسي يبقى في برنامج زي ده على ايامي، حد يقول لي لا اسمع الكلام من الناس اللي بتقول لي ارائهم وكده، فانا شايف ان ده هيفيد الناس جدا، وحبيت الموضوع جدا. شكرا يا رجب، وشكرا ان انت نورتنا في الحلقه. انت كمان لو حابب تشارك معانا تجربتك يا ريت تنورنا وتبعت لنا، وكمان لو انت خريج من نفس الكليه بتاعت رجب يا ريت، وشايف ان احنا في نقط ما غطيناهاش، يا ريت تنورنا بكومنت وتساعدنا نقول معلومات اكتر للناس عشان يستفيدوا منها. شكرا.